اهلا بكل اصحابي الحلوين، وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض سمك المكرونه المقلي، وهنعمل كمان سلطه الطحينه. بس اول حاجه بنحضر السمك وننضفه كويس من بره. نشيل كل الزعانف والقشور اللي بتبقى على الجلد من بره، وبعد كده طبعا بنبدا ننضفه من الجوه لغايه لما يبقى ابيض زي ما احنا شايفين دلوقتي، وكده بيكون جاهز للتتبيله. التتبيله بتاعتنا عباره عن عصير ليمون 3 أو 4 ليمونات، معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود، توم مفروم حوالي 10 فصوص، معلقه صغيره كزبره ناشفه مطحونه، ومعلقه صغيره كمون مطحون. طبعا كل المكونات دي هنخلطها مع بعضها ونقلبها كويس، ونبدا ان احنا نتبل بيها السمك. دي التتبيله اللي انا معتمداها لكل انواع السمك، سواء بولتي او مكرونه او فيليه. هبدأ تتبيل السمك، وبحط جوه كل سمكة شوية من التتبيلة وافردها بايدي كده من جوه السمكة، وبعدين اخر شوية من التتبيلة بحطها على كل السمك من بره، بحيث ان هو يبقى متبل من بره ومن جوه. هغطي السمك واشيله في التلاجة واسيبه في التتبيلة كده على الاقل ساعة، وفي الوقت ده هحضر سلطة الطحينة. مكونات السلطة: كوباية مية دافية، نص فنجان خل، ونص فنجان عصير ليمون، والتوابل معلقة صغيرة من الملح والكزبرة الناعمة والكمون، 4 معالق بقدونس مفروم، وفصين توم، وده حوالي 8 كيلو من الطحينة. ببدأ ان انا اضيف المية الدافية على الطحينة بالتدريج، يعني مش لازم انزل بالكوباية كلها. الاول بفك الطحينة بشوية من المية، حوالي نص الكوباية، واقلبها كويس. طبعا هي هتبقى خفيفة شوية، ولكن اول لما هحط الخل والليمون هتبدأ ان هي تتقل معايا تاني، وهتحتاج مية تاني. هنقلبهم مع بعض ونظبط بعد كده القوام بشوية مية، نشوف هي محتاجة شوية مية ولا لا. بعد ما خليتهم مع بعض حطيت فصين الثوم والتوابل اللي هو الملح والكمون والكزبرة، وبرضو هقلبهم مع بعض. حسيت ان القوام تقيل شوية، فبدأت ان انا احط جزء تاني من المية لغاية لما اظبط القوام بتاعها. اخر حاجة طبعا هي البقدونس، 3 أو 4 معالق من البقدونس المفروم. واخر خطوة دي اختياري للناس اللي بتحب سلطة الطحينة تبقى مشطشطة شوية. بحط معلقتين زيت وعليهم معلقة من الشطة، بعد كده بنقلبهم مع بعض، وهبدأ اضيفهم على سلطة الطحينة. طبعا لو مفيش وقت ومستعجلين ممكن نضيفهم ونقلبهم على طول بشكل طبيعي جدا، لكن لو في وقت بقى، او ممكن هنقدم السلطة دي للضيوف او كده، ممكن نعمل بيها شكل ديكوري كده نزوق بيه سلطة الطحينة من فوق. نرجع بقى تاني للسمك، وهحضر الدقيق. وانا بحب جدا احط كل التوابل اللي حطيتها في السمك احطها برضو في الدقيق اللي هغمس فيه السمك. هي عبارة عن ايه؟ ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة. هقول لكم بقى دلوقتي عن التركة اللي بتخلي السمك مقرمش جدا. اول حاجة بنزل السمك في الدقيق، اغلفه بالدقيق كويس جدا، وانفض الدقيق الزيادة، واكون محضرة جنبي بولة فيها مية، وبسرعة جدا انزل السمكة في المية واطلعها واحطها تاني في الدقيق، وهكذا لغاية لما اخلص كل كمية السمك اللي عندي. دي ابسط واسهل طريقة بتخلي السمك يطلع مقرمش وكمان مش شارب زيت كتير. طريقة حلوة جدا وسهلة قوي، جربوها وقولوا لي رأيكم. خلصت كل الكمية بتاعت السمك، وهبدأ دلوقتي اقلي السمك. في طاسة غويطة هنحط زيت غزير ونسخنه كويس جدا، وما نحطش بقى سمك كتير علشان درجة حرارة الزيت ما تنزلش مرة واحدة. يعني في حجم سمك المكرونة ممكن نحط 3 أو 4 سمكات بالكتير. بعد كده لما نحط السمك مش هياخد اكتر من 10 دقايق في الزيت السخن، وهيستوي من الناحيتين علشان الزيت كتير. هيوصل لمرحلة ان يبقى لونه حلو، هنبدأ نطلعه على ورق مناديل، او ممكن الاول نطلعه كمان افضل على شبكة. وهحط باقي الكمية برضو 3 او 4 على حسب حجم السمك. واهم حاجة يا جماعة ما نقلبش السمك كتير وهو في الزيت، هو مش بيحتاج ان هو يتقلب كتير خالص عشان ما يتفتفتش مننا في الزيت، لان في اول مرحلة التسوية بيبقى طري جدا. وطبعا بنقدمه مع شوية رز الصيادية كنا عملناهم مع بعض قبل كده في القناة، وكمان سلطة الطحينة، وطبعا ليمون، بس انا نسيت اصور الليمون. فجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.